عليكم. بعض المرات تقدر توصلنا درجة الغضب ديالنا لشي مواصل خايبين، كأننا نقولوا أو نديروا شي مصيبة اللي تقد تكلفنا الثمن غالي واللي أكيد غندموا عليه من بعد. هذا الشيء بالضبط اللي وقع في القصة ديالنا اليوم، القصة اللي هزات دولة الكويت والعالم العربي أجمع، بحيث كاع الصحف كتبوا على هذه الفاجعة المؤلمة. فكيفاش قدرت الغيرة ديال واحد المرأة أنها تكون السبب في حرق أكثر من 66 شخص في واحد العرس اللي تقام بمدينة الجهراء؟ هذه قصة مأساوية بامتياز، غنعيشوا معها تفاصيل عمر التاريخ ما قد ينساها. ايوا يا سيادنا، درت خيمه كبيره للنساء قدام دار العرسان الجداد، مسدوده من 3 ديال الجوايه ومحلوله اونفاس مع دار العرسان. تقدر تهز اكثر من 300 شخص، مجهزه باخر ما كاين في تجهيزات الافراح، من كراسه وطبالي حتى من الكليماتيزور فيها. جاو الناس بزاف من جميع الفئات العمريه، بالاضافه لحضور شخصيات مهمه من المملكه السعوديه باش يحضروا للفرح بحكم الثراء ديال صحاب العرس. وسط الشطيح والرديح والناس فرحانين بالجهراء، وقعات الكارثة اللي مازال الناس عاقلين عليها، واللي كتمثل من أكبر الكوارث الإنسانية في تاريخ العالم العربي بل في العالم ككل. وصلت 8 وربع وجا الاتصال الطوارئ كيضم خبر حرق خيمة العرس اللي فيها مئات العيالات والدراري الصغار. كلشي كان خايف وكلشي كان كيغوت. مشاو رجال الوقاية والبوليس طايرين لبلاصة العرس، وصلوا للبلاصة واكتشفوا انهم قدام كارثة كبيرة، وانهم بيحتاجوا ماتيريال كامل واخر ما كاين في المعدات باش يطفيو داك الحريق الكبير. حتى واحد في الخيمة ما قد يخرج، كل ما كتحاول شي وحده تقرب كتزاد العافية تشعل حدا الباب. كلشي كان كيجري، رجال الوقايه كيحاولوا يديروا المستحيل وموا يكلموا العافيه بالمعدات اللي عندهم بين ما تلقاو المساعده من الجهات المختصه، بالاضافه من المساعده الرجال اللي كانوا حاضرين تما. كلشي كان كيحاول، كلشي مستريسي، كلشي خايف، كلهم كيحاولوا يطفيوا العافيه. بعد دقائق من المحاوله للاسف ما قدوا ينقذوا حتى واحد. كلشي مات، الرجال نهارو مساكن، شي كان كيغوت، شي كان كيبكي. علاش لا؟ وكل واحد واش فقد، ها اللي فقد امه، ها اللي فقد اختو، ها اللي فقد مرتو ووليداتو، فلا حول لهم ولا قوه. فرق الانقاذ انقسموا، فريق كيخرج بقايا الضحايا من الخيمه، وفريق مكلف بالرجال اللي كانوا تما، نصهم سخف مساكن. بعد ساعات من الخدمه وبسبب شدة الحريق قدر الفريق الجنائي تعرف بصعوبة على 20 ضحية فقط باستعمال الحمض النووي. فكيفاش تحرقات هاد الخيمة وشكون كان السبب؟ هنا توجب على البوليس يلقاو حل هاد اللغز بالزربة، لأنها ولات قضية رأي عام. فواش واحد من المعروضين اللي تسبب في هاد الحريق بدون قصد، ولا كانت مقصودة شي واحد كان ناوي داك النهار على خزيز؟ البوليس بداو بمشط مسرح الجريمة بالإضافة للتحريات والتحقيقات، خصوصا أن الضغط زاد عندهم بعد ما دارت الهضرة أن العافية شعلت بفعل فاعل. لقاو البوليس 2 قراعي صغار خاويين حدا الخيمة، درسوهم ولقاو أنهم كانوا عامرين بليسونس. بداو تحقيقات مع العريس اللي سميتو زايد، سولوه واش عنده شي أعداء ولا لا، ولا واش كيشك في شي واحد. جاوبهم زايد باللي كان ديجا مزوج بوحده عندها 22 عام وسميتها نصرة. بعد ما كرمهم الله بجوج وليدات، وليد وبنيته، كثرت المشاكل بيناتهم، ولكن كانوا كيحلوهم بشي طريقه بيناتهم. ولكن في واحد النهار منين عرفات نصرة ان زايد ناوي يتزوج عليها، غضبات بزاف وهداتو انها غتمشي وتخليه. زايد كاع ما تسوق ليها، خرجت من الدار شي ايامات مشات لدار باها هي ووليداتها، وكانت كظن انها الا دارت هكا زايد غيرجع في هضرته وما غاديش يتزوج مازال. اكد زايد للبوليس انها هداتو الى عاود تزوج غتقلب العرس فوق راسو وما غاديش يجوز مرور الكرام. من بعد زايد جات واحد السيدة عند البوليس وقالت لهم انها خدامة عند جيران العريس لمدة 8 سنين، ونهار العرس شافت واحد المرأة هزة
قراعيد ليسونس وبريكه في يديها، وطلبات منها اوراق الجورنال. ومن بعد من يومين جا واحد مول الطاكسي عند البوليس وقال لهم انه دا واحد السيده وصلها خدات ليسونس، من بعد داها وصلها حتى لحدا العرس. هاد المراه تاكد من بعد انها نصره. هنا مشاو البوليس نيشان لدار والديها باش يحقوا معاها. لحد الان الادله كلهم ضدها. دقوا الباب، حلت ليهم، مع شافت البوليس بدات في البكا والغوات. داوها واعترفت لهم باللي هي اللي خطط لهاد الكارثه، وباللي قررت تنفذها من نهار عرفت تاريخ العرس. قالت لهم باللي تقدات ليسونس غير باش تخسر لهم العرس، وما كانش الهدف ديالها تقتل الناس الابرياء اللي ما عندهم حتى دخل في هذا الشيء. قالت لهم انها كانت باغا توصل ميساج لراجلها انه خطأ في حقها وظلمها، خصوصا انها عمرها قصرت معاه في شي حاجه. قالت لهم كبات ليسونس غير باش تخوفهم. ما تخيلات ان العافيه غتشعل بزاف لديك الدرجه. اون فوا كبات ليسونس مشات بالسربه، وهي في الطريق تلاقات مع لومبيلونس ورجال الاطفاء. قالت لهم ان حتى واحد ما شك فيها، ولكن راه ديجا هدات راجلها بزاف د المرات انه الا تزوج غيندم ندم شديد. قالت لهم بعد الحريق بشي دقائق عائله راجلها كيصونيو ليها حيت عرفوها هي السبب، هي اللي كانت غتكون السبب في اللي وقع. ومنهم عرفات انها ماشي غير خوفتهم بل قتلات كاع اللي كانوا في الخيمه لداخل. قالت لهم بكيت بزاف على الناس اللي ماتوا واللي ما عندهم حتى ذنب. الله يسامح الراجلي هو اللي وصلني لهذا الشيء. استوجبوا مراته الجديده اللي ما ماتتش بحكم انها كانت في الدار كتوجد راسها، واكدت لهم انها ما كانت عارفه والو على المشاكل ديال زيد ومراته الاولى. ومن هذا الشيء كله تحكمات نصرة بالاعدام بمراحل الثلاث نهار 25 شهر 1 2017. هنا زيد قال للبوليس باللي راه المشاكل ولا المشكل الاساس في علاقته الاولى مع نصرة كانت امها وخالتها، هما اللي ما كانوش مخلينها فرحتها، وهما اللي كانوا كيدخلوا بزاف بيناتهم في العلاقه الزوجيه بيناتهم وما خلوهمش يعيشوا في سلام. فهنا كنشوفوا باللي راه جوج الناس مزوجين خاصهم يبنيو العلاقه ديالهم بعيدا كل البعد على العائله وعلى الناس وعلى الاصدقاء. لحقاش كل ما كانوا جوج مزوجين بعاد على العائله وبعاد على الصحاب وبعاد على القيل والقال كتكون العلاقه صحيه وما كيكونوش فيها المشاكل. فهذه هي قصتنا اليوم. شكرا لكم على الاستماع، والى اللقاء الى الحلقه القادمه ان شاء الله.